السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي. أحب أرحب بكم وأقولكم إن شاء الله تكونون بألف ألف خير. فيديو اليوم راح يكون عن مشترياتي من محلات إلسي ويكيكي التركية المشهورة جدا في تركيا. عندها فروع في بغداد وفي أربيل وفي موسكو وبشرق آسيا، وكذلك حتى في بعض دول أوروبا أيضا. والميزة الحلوة أنه عندهم هذه الماركة عندهم أونلاين شوب اللي هو تقدرون تتسوقون منه عن طريق الأونلاين أو عن طريق النت. وأيضا راح أخلي لكم لينك أو الرابط للقناة، راح أخلي لكم إياه في الديسكريبشن بوكس، في صندوق الوصف راح أخلي لكم إياه حتى تقدرون تدخلون لهذه الماركة وتشوفون، لأنه بضاعتها ما شاء الله بيها نسائي ورجالي وللأطفال، وماركتها ممتازة جدا. وبالمناسبة أنا أحب أقول لكم أنه أنا ما مدعومة هذه الماركة، يعني ما معطيني فلوس أو ما منطيني إياها هدية حتى أعلن لهم أبدا. أنا أشتري منهم حالي حالكم، لأنه أنا حبيت أشارككم هذه الماركة لأنه ماركة ممتازة. وبالفعل أنه هي كأنه محطة شراء واحدة، لأنه بها ألبسة وأحذية وحقائب ولكلا الجنسين وللأطفال. أول المشتريات اللي اشتريتها من هذه الماركة اللي هو هذا السكارف اللي بيكون بهذا الشكل، اللي هو للأسف ما مبين باللون، اللي هو اللون الوردي، اللون بهذا الشكل، وباللون الثاني اللي هو الرصاصي. أوكي، اللي يكون عادي يعني ما متصل، يكون هيجي بهذا الشكل. ويجي إن شاء الله أنا بنهاية الفيديو راح أسوي لكم يعني عرض حتى تشوفوا. السعر كان ب19 ويعني تقريبا 20 ليرة، ب20 ليرة. أوكي، هذا كان أول المشتريات الثانية اللي هي أيضا كان هذا الشال اللي هو يكون متصل بهذا الشكل، يكون متصل يعني ما بيه نهايات، ويكون محقق بلونين، اللون البيج والجوزي اللي احنا نسميه المحقق أو بما يسمى بالكاروهات، يكون بهذا الشكل. هذا بالمناسبة كان يعني مو أني اشتريته، هذا اشتريته والدتي الله يعطيها الصحة والعافية، اشتريت لي لأنه تعرفني أحب هذه الألوان. وكان سعره كان ب24.90 قرش، اللي هي يعني تقريبا 25 ليرة. بالمناسبة أحب أقول لكم الآن بدت الآن موسم التنزيلات، يعني تنزيلات 30%، 40%، 50%، فلحقوا واشتروا لأنه بدأ موسم التنزيلات، يبدأ إن شاء الله إن شاء الله. الشيء الثاني اللي اشتريته والدتي اللي هو هذا البلوز، اللي هو بلوز عادي اللي هو يسمى باللونج نيك أو اللي احنا نسميه أبو الركبة بهذا الشكل. وهو عادي قميص يعني بلوز عادي ما بي أي تفاصيل، بس بهذه الحياكة البارزة منه، والأكمام أو اللي احنا نسميها الردن بهذا الشكل عادي، يعني ما بي تفاصيل ثانية. وهذا كان ويا هذا، يعني هذا ويا هذا كان سعره ما أعرف إذا موجودة بعدها. هذا كان سعره تقريبا ب35، لكن الآن يمكن مسوين عليه تنزيلات، يمكن تلقوه أرخص. أوكي، الشيء الثالث اللي اشتريناه من هذه الماركة اللي هو أيضا الشال اللي هو الشال الكبير، يعني شوفوا حتى هو يكون يلبس فوق الملابس، يعني فوق معروف القبوط أو المعطف بهذا الشكل يكون، ولونين اللي هو لون الأسود والأبيض من الداخل، يكون طويل بهذا الشكل. وهذه نهايته. إن شاء الله بنهاية الفيديو راح أعرض لكم كل هذه الألبسة حتى تشوفوها. بالمناسبة هذا الصوف الشال
من الصوف، هو من صوف البوكليه، من البوكليه اللي هو يكون الصوف البارز، الدوائر الصوف البارزة من البوكليه. وهذه كليتها أصواف، يعني اللي موجودة الآن بالفيديو كلها أصواف، وتمتاز بنعومتها، كلها ناعمة حلوة. ونفس الشي هذا السكارف اللي احنا بالعراق نسميه اللفاف الصوف، الوشاح الصوف نسميه لفاف، كلها تمتاز بالنعومة. يعني هذا كأنه شايفين من تلزمون أرنب، بالضبط كأنه شعر أرنب، كأنه ماسكين لأنه ناعم. نفس الشيء هذا أيضا السكارف اللي هو باللون الوردي والرصاصي أو الرمادي، أيضا كليته ناعم جدا، يعني من تخليه على رقبة أو حتى إذا تلبسيه كأي شارب كلش ناعم على البشرة. اوكي حبايبي، اتمنى فيديو اليوم عجبكم، واذا عجبكم هذا الفيديو سووا له لايك، واذا عجبتكم الفيديوهات ككل سووا لها سبسكرايب للقناة حتى تدعمون القناة اكثر. واشوفكم بألف خير وعافية، وان شاء الله نلتقي دائما بالخير. باي باي، سي يو.